اهلا بيكم. النهارده جايه اقدم لكم سمك بلطي بخلطه حلوه قوي مشوي في الفرن بطريقه سهله وبسيطه. اول حاجه عندي طماطم متقطعه قطع صغيره، بقدونس، فلفل رومي، بصل، ليمون، زيت ذره، عندي توم وشطه وملح وكمون. سمك بلطي غسلاه كويس جدا زي ما انت شايفه كده. محضره عندي صينيه نزلت فيها بكل الخضار، هبتدي اقلبه مع بعضه بالشكل ده. هجيب عندي بقى خلطة التوم دوت انا مفرزناه وشايلاه في الفريزر، بياخد منه على قد الاستعمال. الفيديو بتاعه موجود على القناة لو حابة تشوفيه. هبتدي اعصر على الخلطة ليمون واقلبها كويس جدا. طريقته سهلة جدا وبجد الخلطة دي بتبقى خطيرة مع السمك. هاخد معلقة بقى من التتبيلة بتاعة التوم وابتدي احيق بيها الخلطة بتاعة الخضار. هجيب عندي بقى السمك ده انا غسلاه كويس جدا في ميه وملح وليمون وطحينه. الطحينه بتطلع ريحه الزفاره اللي في السمك. هبتدي بقى احشيها بخلطه الثوم الاول، وعامله فتحات في السمكه من بره بالشكل ده علشان التتبيله تدخل جوه انسجه السمك زي ما انت شايفه بالشكل ده. هجيب عندي بقى البايركس واخد جزء من الخضار اللي انا تبلته هوزعه في ارضيه البايركس بالشكل ده، وابتدي احشي السمكه زي ما انت شايفه بالشكل دوت بالخضار، وهرصه عندي في البايركس. طبعا معاكي قناه مطبخ فوفا. لو اول مره تشوفيني يلا اشتركي عندي وفعلي الجرس علشان كل جديد يوصلك باذن الله من وصفاتي. بعد ما حشيت السمك بالشكل ده هبتدي بقى اعصر عليه ليمون. كتري الليمون زي ما انت عايزه. هجيب عندي كمون، هتديه رشه كده مع زيت الذره من على الوش. مش هكتر زيت لان هو بينزل الزيوت اللي فيه، بيكون خفيف وصحي جدا ينفع في الدايت. هغطيه وادخله التلاجة لمدة نص ساعة ياخد بس من التتبيلة. بعد كده ادخله الفرن على درجة حرارة 180 درجة وهيطلع ويبقى معايا بالشكل ده. مش عايزة اقولك على الريحة والطعم، بجد تحفة. الخلطة بتاعته حلوة قوي. بصي زي ما انت شايفة بالشكل ده. لو عجبك اكتبيلي في الكومنتات، وما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة علشان كل جديد يوصلك بإذن الله من وصفات مطبخ فوفا. وألف هنا وشفا. السلام عليكم.